يا صباح الفل عليكم. عندك عدد كبير ومش عارفة تعملي فطار ايه او عشاء ايه؟ الوصفة دي مفيدة جدا ليكي وكل الاولاد بيحبوها جدا وموفرة في نفس الوقت. يلا بينا. في طاسة تيفال هنحط شوية بسيطة زيت جدا ونشوح فيها مكعبات بطاطس. ممكن تعملي بطاطسيتين او 3 حسب ما انت بتحبي، مش في كمية محددة. ونشوحهم حلو جدا مع شوية ملح وشوية فلفل اسود. بجد الوصفة دي أنا أولادي بيحبوها جدا، الحمد لله متفقين عليها. وتدفي جدا في الوقت المتلج ده، شايفين الجو عامل ازاي؟ بصراحة أنا بعشق التلج، بعشق الأجواء دي. المهم، بعد ما نشوح البطاطس حلو جدا هنروح نحطها في صينية للفرن. ممكن تحطوا فيها ورقة زبدة، ونشوح معانا بصلة كبيرة مفرومة فرم ناعم. ممكن تشوحوا البصلة بحتة سمنة صغيرة، بتدي ريحة تانية خالص غير الزيت. بجد بجد بتفرق في الطعم. ولما البصل يدبل معانا ممكن ترش عليه رشة ملح، بيدبل بسرعة. هننزل معانا بشوية سوسيس أو سجق، أي حاجة عندك، أو مرتديلا أو سلامي، أي شيء. وتشوحوه مع البصل، بيدي نكهة حلوة والأولاد بيعشقوه، بيعشقوا أي حاجة من اللحوم المصنعة من بره دي. أنا ما بكترهاش، بس بحاول أن أدخلها لهم من فترة للتانية. ونقلب كل المكونات دي حلوة في الصينية ونفردها كويس جدا. وننزل عليهم ممكن تحطوا بقى ايه البيض حسب انتوا عاوزين ايه، ممكن تحطوا 2 3 4 5. يعني ممكن تعملوه بيض عيون على وش الصينية، بيدي منظر جميل جدا برضو. ورشة جبنة بقى كده على وش الصينية عشان تطلع لنا يعني القطع متساوية ومتماسكة في نفس الوقت. وممكن ترشوا رشة فلفل على الوش كمان. شايفين الجمال؟ هي هتاخد منكم ممكن 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير جدا في الفرن ساخن. تحفة جدا وريحتها رائعة. بجد أولادك وبيتك كله هيحبوها هيحبوها. الوصفة دي سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة على فكرة. البيض انتوا وفروه، يعني استخدموا عدد قليل وقلبوه في الطاسة وبس كده. لايك شير سبسكرايب. حلوة جدا، تقدموها مع حتة جبنة وكوباية شاي. ووصفة يعني مشبعة جدا للأولاد. بحبكم.